السلام عليكم. طريقة صوص شوكولاتة عبقرية طعمها حلو جدا بمكونات متوفرة عندنا في البيت، حقيقي هي بديل النوتيلا، طعم النوتيلا بالظبط بمكونات متوفرة عندنا في البيت. سهل جدا تحضريها بمقادير مظبوطة جدا، تنفع معاكي سندوتشات المدرسة، تزيني بيها الحلويات، تعملي بيها الدوناتس، هتعملي بيها اي حلويات، وبجد خطيرة. يلا بقى نبتدي ونشوف الجمال ده عملناه ازاي والمكونات والمقادير بتاعتها. اول حاجة معايا قالب شوكولاتة دارك اللي هي شوكولاتة المطبخ، مقدار 200 جرام دارك خالص، اللي هي استخدمت فيها اللي هي بيكون شوكولاته حليب. معايا كده كوبايتين حليب، بعد كده قطعه زبده حوالي بمقدار 150 جرام. نزلت بالشوكولاته بتاعتي، بعد كده نزلت يعني ازود التست شويه والطعم شويه، فحطيت مكعب صغير من الشوكولاته البيضاء. بعد كده عايزه تحطي بسكويت ابيض، اللي هو الفانيليا، بسكويت بالشوكليت زي ما انت عايز، بس انا حبيت اخد النكهه بتاع الاتنين ما بين البسكوت الفانيليا والبسكوت الشوكليت بمقدار 200 جرام. خليت 100 جرام شوكليت و100 جرام فانيليا، رفعتهم على النار لحد ما دابوا كلهم مع بعض، يعني ما دوبتش حاجه. وبعد كده حطيت حاجه كلهم مع بعض كده ورفعتهم على النار، دابوا مع بعض. ولما وصلت للقوام دوت ابتديت ان انا اضربهم بالكبه، بالخلاط، بالهاند بلندر اللي متوفر عندك اضربيهم. ضربتهم بالهاند بلندر لحد ما وصلت للقوام الكريمي جدا ده، قوام الشوكليت بتاعنا. لو انت على القديم معاكي تقيل شويه، ممكن تزودي حبه لبن صغننين خالص لما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. انا حابه جدا القوام بتاعي دوت اللي هو تخين دوت. حلو قوي في الحشو وفي الاكلات معايا وفي الحلويات. انت عايزه تخففيه شويه فدي يعني براحتك بقى. بس بجد بديل النوتيلا هي نوتيلا حقيقي، طعمها حلو جدا 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 لدرجه انا ما كنتش متخيله الطعم بتاعها. ويعني بجد عبقرية صاحبة الترند ده، انا اول مرة اعمل ترند يعني نازل، بس بجد ترند عبقري جدا ووصفة حلوة جدا، يعني خطيرة خطيرة خطيرة. شايفين الجمال؟ انصح بجد ان انتوا تعملوها. عملت معايا كمان برطمانين كبار، يعني موفرة كمان، يعني هي موفرة وعملت معايا حاجة طعمها حلوة جدا وصحية جدا وامنة كمان.